حاج كساب سائق مهني مستغل. حنا اللي قمنا بهذه المسيره من نقطه انطلاق من محطه الدار البيضاء. السبب هو التماطل ديال السلطات المحليه اللي ما بغاش توفي بالوعد ديالها، اللي هو المشكل ديالنا هو مع نقطه انطلاق عين الزاق اللي هي خارج المطار الحضاري. كنعاودوا نطالبوا المسؤولين باش هاد الناس يمشيو نقطه الانطلاق ديالهم، حنا كندافعوا عن المصالح ديالنا. فلهذا كنعاودوا نطالبوا المسؤولين الجهات المختصه باش هاد الناس ديال عين الزاق يمشيو لنقطه الانطلاق ديالهم، وديك الساعه ممكن ان نتحاوروا معاهم ونتعاملوا معاهم في اطار التعايش ولا ما نتعاملوش معاهم. هذا هو الهدف ديالنا علاش حنا واقفين هنايا. والطلب الاخر اللي هو هاد الناس خاصهم يديروا الخط اللي خصو يلتزموا به، الخط اللي هو اللي كيبين اللي كيفرق بين سيارة أجرة ذات انطلاق القرويه وذات انطلاق البلديه. وهذا هو الطلب ديالنا ونطلب الله تعالى يكون خير. حنا حاليا هذا هو المشكل حاليا. حنا هو هذه المره الرابعه اللي كنوقفوا وكيعطيونا وعود وما كيوفاوش بهم. فالوعود السلطات المحليه ما كتواعدنا وفي الاخير كتقول لنا بان كتعاود. دابا حاليا كان لقاء الصباح مع مسؤولين ديال الامن قال لك بان هاد الناس فعلا اعترفوا بان هاد الناس ما عندهمش حق في مدينه سطات ياك، وفي اطار التعايش حنا مستعدين نتعاملوا معاهم، ولكن هاد الناس يمشيو لنقطه الانطلاق ديالهم وديك الساعه مرحبا بهم نجلسوا معاهم في طاوله الحوار وما كاين حتى مشكل. ولكن باش يفرضوا علينا هاد الناس في المدينه رانا ما نقبلوهاش. هذا هو اللي كاين. وحنا حاليا حنا راه واقفين كنطالبوا الناس الى حلوا لنا المشكل تبارك الله. يعني ما حاجه مشكل حنا مستعدين نقوموا بمسيره لولايه الدار البيضاء، حوار اخر ثاني مع المسؤولين ديال الدار البيضاء ان شاء الله تعالى.